السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا الفيديو هذا كنرسلو للسيد المدير العام للأمن الوطني السيد الحموشي، الله يجازيه بخير ويطول عمره. أنا شرطي كنشتغل بمنطقة أمن سلا المدينة، ما علينا. الله يجازيك بخير السيد المدير العام، عندي واحد المشاكل اللي أثقلت الكاهل ديالي، ويعني ما بقى لي ما نخسر من غير هذا الفيديو هذا. والله يجازيكم بخير أنكم تعاونوني. أنا راه نهار تخرجت من ستاج، دوزت واحد 4 سنين ديال العمل، ووقع لي واحد المشكل وانا واقف، كنت يعني خدام وما استفدتش من اكسيدون دو ترافاي، لان كانت الخدمه ديالي فيها لي ديبلاسمون بزاف، دونك ما ساليتش داوني. انا قلت المرض عادي، فكنتفاجئ انني عندي مرض مزمن في الركبه ديالي اللي هو لاختروز، يعني احتكاك المفاصل. الامر ما وقفش هنا، الامر وقف انني وليت كنجري باش نتعالج، ويعني الحال وكنت خدام في فريبدا، يعني حتى الحاله الماديه ديالي كانت ضعيفه شويه، كان عندي ديك كريدي، وزدت ديك كريدي باش نبقى نتعالج، لاني طلبوا مني عمليات ديال 3 ديال العمليات جراحيه. المشكل السيد المدير العام اللي فوق من هذا هو ان المرض ديالي انتشر بواحد الشكل سريع بزاف، لانني هملت راسي نظرا للاقتطاعات الكبيره ديال وزاره الماليه اللي بلغات 5 المليون في العمليات الاولى، وصلت ل2 المليون و160 من بعد ما اكتشفت ان عندي هرني ديسكال، يعني عندي هرني ديسكال وعندي اعوجاج في العمود الفقري. المشكل ماشي هو هذا، جاتني اعراض كثيره بزاف، ولا كلشي كيضرني، ما بقيتش كنعس بالليل. يعني دفعت المؤسسات محمد السادس على اساس انها تعاوني، نظرا لانني مريض وخصني نتعالج ودير كريديات باش نتعالج، ووزاره الماليه كتقطع ليا، يعني وكتقطع ليا من لي كريدي ديال لا بنك، كتقطع لي فلوس من لي كريدي ديال لا بنك دعاتني وانا ما عندي باش نخلص. يعني انا هادشي ما درتو لا بيدي لا برجلي السيد المدير العام، انا كنت غير مريض، كون بغاو يقطعوا ليا من الصالير داك الشويه اللي بقى ليا، وما يخلونيش غارق. دابا انا بغيت نسوي الوضعيه ديالي حسابيه، قال لك واخا تسويها تسنى عامين لانك تبقى في لا ليست نواغ. وانا مريض السيد المدير العام، ودفعت لمؤسسه محمد السادس 2 ديال المرات وما عاونونيش، وكندفع لهم لدرجه ان هذا المرض هذا اثر عليا نفسانيا، راه ما بقيتش كنعس بالليل. كنظن ان ما بقى فيا ما يتعاقب ولا ان شي واحد يزيد يعاقبني، لاني اصلا عندي الام يومي عايش معايا. هذا الالم هذا اليومي اثر لي على الصحه العقليه ديالي، وليت كنتبع مع طبيب نفساني غير باش ننسى المرض ديالي. الله يجازيكم بخير السيد المدير العام، كنترجاكم تشوفوا من الحاله ديالي انا، تشوفوا من الحاله ديالي الصحيه اول حاجه، الصحيه، لاني حتى شي طبيب ما قدر يشخص هذه الحاله هذه. يعني الطبيب اللي كنشوفو كنخسر فلوسي وكنقلب، ما خليت ما درت، ولا كل شيء كيضرني. حتى شي طبيب ما كيقفل شنو هذا الشيء هذا اللي عندي هذا. يعني كنطلب المساعده ديالكم الصحيه، الله يجازيكم بخير. وبالنسبه لمؤسسه محمد السادس انها تشوف من الحاله ديالي وتساعدني، راني دافع عليهم 2 ديال الطواسه، واحد في 2018 وواحد في 2021، ما استفدت حتى شي مساعده ماليه. والمشكل ان الماليه كتقطع لي على الشواهد، مع العلم انني مجوستيفي الشواهد وعطيهم يعني المرض ديالي بانني كنعاني من مرض مزمن، لدرجه ما بقاش غير مرض مزمن واحد، المرض ولا كيديني المرض. وهذا الشيء كامل سببه الاهمال، لانني هملت راسي بسبب الاقتطاعات ديال وزاره الماليه اللي كانت زجريه وكثيره بزاف وصعيبه وقاصحه عليا. وانا انسان مطلق وعندي طفل وكنتصرف، ويعني كون ما كانتش عائلتي كون راني تشرفت السيد المدير العام. كما كتقول حنا اسره واحده، اسره امنيه، وانت كتصار على امن وصحه المواطنين. يعني وتا انا راني مواطن وشرطي ومريض، كنطلب منكم المساعده الصحيه وشي مساعده اجتماعيه، الله يرحم لكم الوالدين. راني غارق مع البنكه بسبب المرض ديالي، انا ما كنتمارضش، انا عندي الوثائق ديالي وعندي الادله ديالي بانني 10 سنين وانا كنتبع على مرض واحد. دابا ولاو فيا امراض اخرى، تزادني الحساسيه، تزادني مرض نفسي حيت ما بقيتش كنعس بالليل. فلهذا السيد المدير العام، الله يجازيك بخير، الله يجازيك بخير، شوف من حالي، الله يجازيك بخير ويخلي لك وليداتك. انا راه ما بقى فيا ما يتعاقب، انا اصلا ليا معقباني حاليا. الله يجازيك بخير. بغيت نعتقي حياتي، هي ما تبقى من حياتي. بغيت نعرف هذا المرض هذا اللي عندي شنو هو، هذا الشيء اللي كيضرني كل اللي في الجسم ديالي شنو هو. لافتروز بوحدو ما كنظنش انه يدير هذه الحاله هذه، حتى شي طبيب ما قدر يشخص الحاله ديالي. كل طبيب كيعاود معايا الدوسي من الاول وكيعطيني ندير ليا غير من الاول ويعطيني، لدرجه انني بحال صافي وقع لي انهيار داخلي. ما بقيتش كنقدر نشكي، ما بقيتش كنقدر تنكتب دوموند دوديونس ولا ندير، لاني جريت حتى شي واحد السيد المدير العام ما شاف من الحاله ديالي.
ولهذا السيد المدير العام كنطلب التدخل ديالكم المستعجل. الله يجازيكم بخير، راني مريض وراك عارف بان الصحه هي اغلى كنز، وإلا ضرتك هذا راه العالم الله، فما بالك يضرك الجسم كله. انا هذا الشيء هذا راه ما بقيتش كنقدر نشكي فيه، ما كنقدر نقولوا لا لدارنا لا حتى شي واحد، راه الشكوى لله. ولكن كنطلب من هاد الاقتطاعات هادو اللي اقتطعوا ليا وهاد المؤسسه اللي ما ساعدتنيش انهم يشوفوا بعين الرحمه من هاد الحاله هادي، ويقلبوا ويشخصوا الحاله ديالي ويشوفوا. راه عندي الدلائل كامله، 10 سنين وانا كنتعالج، 10 سنين هي الادويه اللي كنشرب، راه لا اله الا الله قسما بالله. المهم انا السيد المدير في واحد الوضعيه حرجه، كنطلب مساعده وتدخل عاجل. الله يجازيك بخير، الله يجازيك بخير ويخلي لك وليداتك. حاله مستعجله، بغيت نشخص الحاله ديالي مع دكاتره اللي يكونوا كيعرفوا وكيفهموا، يعني اللي يشخصوا الحاله ديالي ويعطيوني الدواء المناسب. وبالنسبه لهاد الاقتطاعات هذه راه اثقلت الكاهل ديالي، انا وليت كنصرف على الاقتطاعات ديال الماليه، نسيت راسي. والله يسهل عليك ويجازيك بخير، انا مع امي.